من كام يوم كنا وصلنا للموعد السنوي اللي بيتعمل فيه واحد من أكبر أحداث العربيات في العالم كله، إيفنت جودوود الرهيب اللي بيتعمل في إنجلترا. هنتكلم عن حضور هايبر كارز بملايين الدولارات، هنذيع الكلام اللي انتوا بتحبوه عن السوبر كارز والهايبر كارز والتصاميم الجميلة جدا، وكموديلات طبعا مشهورة بالسرعة الخرافية بتاعتها. وهنشوف ليه لغوا التجمع ده بعد مرور كام يوم من إقامته، قرار أول مرة يحصل من 30 سنة. فلو انت بتحب العربيات وأول مرة تشوف فيديو من توين تيربو، دوس سبسكرايب وخليك معانا دايما. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو كامل هنا على القناة عن ايفنت جودوود ده بالتفاصيل، كان كلام عن تاريخ الحدث وفكرة اقامته في المكان ده تحديدا، وزعنا كلام كتير عن اقوى نسخ شاركت فيه كمان. هسيب لك لينك الفيديو ده، ابقى ارجع شوفه هيعجبك. فاسم الايفنت بيكون جودوود فيستيفال اوف سبيد، وباختصار ده تجمع فيه كل حاجة ممكن تتخيلها خاصة بعالم العربيات والمحركات. والمميز جدا ان دايما شركات العربيات وتحديدا التقيل جدا منها بيشارك باخر نسخ موجودة عنده كدعاية للموديلات الجديدة وزيادة لسمعة البراند نفسه. هناك هتشوف كل الموديلات الخارقة واقفة في مكان واحد. على الموقع بتاعهم كاتبين ان ده اعظم احتفال لثقافة العربيات في العالم كله. فالتجمع ده بيستمر ل4 ايام. فتعال نعدي على اكتر نسخ شفتها مميزة وتستحق ان احنا نتكلم عنها. ممكن نبدأ من عند منطقة البادوك، المنطقة اللي بيكون فيها احدث واندر واغلى سوبر وهايبر كارز. استون مارتن مثلا كانت حاضرة بالاسطول كله، ولكن مش هتشوف ابدا 3 نسخ من موديل الفالكري بيتحركوا ورا بعض غير في المكان ده. ال3 كانوا بلون الموديل المميز جدا الاخضر الغامق ده، بتصميم تقريبا من خارج الكوكب، تحسها مركبة فضاء من انتاج استون مارتن، ومحشور فيها قوة رهيبة، محركها V12 6 لتر ونص وتنفس طبيعي. طبعا انت جمعت انها ممكن تكسر ال 1100 حصان ده عادي. يمكن اغرب زاوية منها هي من عند الجزء الخلفي اللي بنشوف فيه تصميم ملفت جدا محدد العجل كله، فنسخة تراكات قوية جدا. مرسيدس برضو استعرضت عضلاتها بالبروجكت 1، هايبر كار الماني بمحرك V6 من عالم الفورمولا 1، وطبعا برضو كاسر ال1000 حصان هنا. النسخة دي ليها كلام كتير جدا مع مرسيدس وعن التكنولوجيا اللي موجودة فيها، بس هنحاول نختصر كده كلام عنها بانها تقريبا نسخة فورمولا 1 مخصصة للشوارع. اكيد هيجي في يوم نعمل لها فيديو كامل هنا على القناة، هيكون قوي جدا. وبما اننا جبنا سيرة ال1000 حصان، اكيد لامبو هتظهر في الصورة هي كمان بموديلهم الاخير موديل ريفوالتو V12 هايبريد وتسارع صاروخ ايطالي. والاهم انها هتعلي المنافسه جدا مع حصان فيراري الفتره اللي جايه. حصان فيراري اللي كان حاضر باسطبل الاحصنه كامل، اللاين اب الجديد كله كان موجود مع نسخ برنامج الاكس اكس كمان. اصواتهم قويه بدرجه رهيبه، وشكلهم وتجهيزاتهم والتفاصيل اللي فيهم حاجة إبداع صراحة. ولكن ظهرت فجأة نسخة الكل اتكلم عليها، نسخة وحيدة بلون فضي من موديل جديد لفيراري باسم KC23. ولكن اللي لفت نظري فعلا في مهرجان السرعة ده من فيراري هي أكيد الدايتونا SP3. هما السنة اللي فاتت حضروا بنسخة بلون أصفر، ولكن السنة دي كانت بلون فيراري الشهير الأحمر. الموديل ده حكاية فعلا، مستوحى من عالم السباقات حرفيا، بمحرك وسطي خلفي V12 من فيراري. واسمها دايتونا جاي من سباق ليمان الشهير اللي فيراري خدت واحدة من اشهر لقطات الموتور سبورت في التاريخ، اللي ساعتها ال3 مراكز الاولى بيوصلوا خط النهاية مع بعض. وجود وود دايما بيكون في مشاهد مختلفة فعلا عن اي ايفنت تاني حتى لو مع الاس بي 3. ماكلارين برضو كانت حاضرة بكامل العدد هي كمان. كل النسخ اللي ماكلارين عملتها كانت موجودة في المكان هناك. ولكن اكيد لفت نظري ونظر كل اللي موجودين هناك الموديل الغريب جدا السولس GT V10 انجليزي بتصميم عجيب. واي موديل هتلاقيهم بيحركوه بالدفع كده بيكون مخصص للتراكات، ممنوع يتساق في الاماكن العاديه ابدا. ونفس الموديل ده لو تفتكر ماني كوشبن كان بيقولوا انه هيضمها لمجموعته في المان كيف بتاعه في كاليفورنيا. الرولز السبكتر الكهربائيه بالكامل مشيت هناك، اول مره تظهر وسط تجمع كبير زي ده. هوراسيو باجاني اكيد مش هيفوت جودوود، عدد كبير كان موجود من نسخ باجاني. ولكن الاكثر تميزا اكيد موديل اليوتوبيا، لوحه فنيه ايطالي على 4 عجلات، 100 نسخه للعالم كله وبسعر $2.5 مليون. في بقى موديلات كتير غريبة ومميزة ونادرة ظهرت كده في فترات مختلفة من أيام الإيفنت، موديلات يمكن أنت أول مرة تشوفها ما تعرفش أساسا إنها موجودة. نيجي بقى للموديل اللي أنا عامل الفيديو ده مخصوص علشانه، وما صدقتش إنه أخيرا ظهر في أي تجمع. لو رحنا لناحية كورنر بوجاتي هنلاقي الموديل اللي عملوا بيه ضجة كبيرة جدا وقت الإعلان عن أول تفاصيله، وهو موديل البوليد من بوجاتي بلون أسود مطفي كما لو كانت شخصية فينوم من عالم مارفل على عجلات. تفاصيل التصميم ده أكيد عايزة لها فيديو كامل،
كل سنتي وجزء فيه شغل كبير جدا من فريق بوجاتي. يمكن المشترك ما بينها وبين نسخ الشيرون هو شكل الجريل الايقوني لبوجاتي بس، غير كده فهو موديل تقريبا مبني من الصفر بالكامل. وانا اول جزء عيني شافته هو اكيد سكوب الهواء الضخم جدا اللي على السقف مع علامات الاكس عند الفوانيس. تخفيف الوزن بيخليهم يستغنوا عن حاجات كتير، بس اكيد المهم هنا هو السرعه. الجزء الخلفي محتاج تتامل فيه شويه علشان تشوف كل تفاصيله. فكرتني شويه كده بنسختهم الاختباريه الجران توريزمو اللي كنا اتكلمنا عليها في الفيديو بتاع الامير بدر، واكيد عينك هتيجي على شكل فتحات الشكمان العملاقه دي، قريبه شويه من اللي كانت على موديل الشيرون السوبر سبورت، لكن هنا الاتنين في النص وحجمهم كبير جدا. في كلام وتفاصيل كتير طبعا عن العجل وعن الايروداينامكس وعن حاجات كتير، ولكن هنحاول نجمعها في فيديو جديد على موديلات بوجاتي. وطبعا اللي ساقها في الايفنت هو السواق الاساسي عند بوجاتي وهو اندي والاس، محب السرعه والمتسابق القديم اللي اتكلمنا عنه في فيديو هنا كامل على القناه. وهم على موقع الشركه طرحين سؤال: ماذا لو بوجاتي طورت نسخه خفيفه جدا في الوزن بنفس محرك الدبليو 16 ال8 لتر الشهير لنسخ الشيرون؟ ومجاوبين برضو على السؤال بان الاجابه هي بوليد، وسعرها من المتوقع انه يوصل لسقف ال4 مليون دولار. ده مستوى تاني فعلا من الهايبر كارز، ولكن في نفس المستوى ده وصل من السويد زعيم الهايبر كارز كونيكسيج، وحضر معاه الفول هاوس من الشركه. كل الصواريخ السويدي الاوروبي كانت موجوده في الايفنت. بنشوف هناك موديل من المفضلين جدا عندي وهو الجيسكو، تصميم الزجاج الامامي المستوحى من الطيارات ده مع الجناح العملاق ومحرك V8 في حاجه خارقه، والنتيجه بتكون الشيء ده الجيسكو من كونيكسيج. وبرضه بنشوف اول ظهور بعد الاعلان الرسمي عن الجيميرا، الصاروخ العائلي اللي قوته الهايبريد ما تتصدقش 2300 حصان. اكتبوا لنا كده لو عايزين فيديو كامل عن العربيه دي، لاننا حقيقي بقينا نسمع ارقام غريبه جدا. حاسس ان بدايه الارقام الكبيره الغير منطقيه دي بداتها الريماك بموديل النيفيرا، ولكن الاكيد ان المستقبل هيكون خارق اكتر من كده كمان. وبعيدا عن نسخ الهايبر كارز اللي بملايين دي، الايفنت بيحصل فيه عروض دريفت بنسخ دمار حرفيا. الجميل برضو في الايفنت ده انه لازم هتسمع صوت كل النسخ المشاركه، سواء عند الكورنر المشهور اللي بيلفوا من عنده، او احيانا كمان بيعملوا دونتس، او عند التل اللي بيسوقوا منه بسرعه جدا. اي موديل حتى لو كان مين هتشوف منه لقطه قويه نادرا ما هتتكرر تاني. بنشوف كمان هناك الممثل الانجليزي روين اتكنسون المشهور بمستر بين، اللي كنا عملنا له فيديو كامل هنا على القناه عن مجموعته قويه جدا، وكان سايق GR يارس من تويوتا، ولكن محركها شغال بالهيدروجين. الوقود بتاعها يعني بيكون هيدروجين بدل البنزين العادي، علشان كده هتلاقي مكتوب عليها من بره H2. محركها بيكون احتراق داخلي 3 سلندر تيربو عادي، وهو الفكره كلها انها تكون صفر في انبعاثات الكربون. الايفنت ده فيه كل اشكال عالم العربيات زي ما قلت لك، نسخ رالي مجهزه للاوف رود، نسخ فورمولا حتى كانت مشاركه في التجمع. سباستيان فيتل نزل بنسخه فورمولا 1 قديمه وعمل بيها عرض. حبيت بس اركز على الجزء الاكزوتكس لانه كالعاده حضورهم كان قوي وملفت جدا. النهايه بقى بتكون قبل يوم السبت. يوم الجمعه كان فيه مطر كتير، والمنطقه والطريق اللي العربيات بتمشي عليه بقى كله متغطي بالميه. فهيئة الأرصاد والطقس بتبعت تحذير لمنظمين الحدث إن في رياح وأعاصير سرعتها ممكن توصل ل 50 ميل في الساعة تكون موجودة في المنطقة بتاع جودوود، وحذروهم من خطورة ده على التجمع وعلى العربيات كمان، وإنهم لازم يخلوا المكان على طول. وبسرعة نقلوا فعلا وشحنوا كل العربيات اللي كانت موجودة في التجمع، وفعلا المكان بيفضى تماما وبينتهي الإيفنت على كده. وبس كده، ده كان كلام في السريع عن واحد من أقوى الإيفنتات العربيات اللي بتتعمل في العالم. اكتب لنا رأيك عن النسخ اللي شاركت دي، وإيه أكتر موديل لفت نظرك فعلا، واكتب لنا عن تجمعات معينة عايز نعمل عنها فيديوهات كاملة بالتفاصيل. سلام.